لمسه والتانيه والتالته العب على الاطراف، بس كده تحرك برشلونه. برشلونه بيلعب دفاع متقدم، انا اقدر هضربك على الاطراف. دايما بقول لك ايه، الدفاع المتقدم وعايز تضرب الاوفسايد العب على الاطراف او على الاجنحه يعني. فلعب الكره على الاطراف اللي هم اسرع حاجه عند ريو فيركانو، وخلى لعيب هو واقف كده ايه، مش محطه ولا ليه في اللعب اصلا، لا هو واقف كده بمعنى اصح بيقول لك انا الطعم بتاعكم. بس الطعم ده هو اللي بيكمل في اللعبه كلها. هتلاقيه هو بيتقدم اول ما الكره تتلعب ويتلعب له الكره ويضيع فرصه. الكره الثانيه برضه هو الطعم، فيلعب على الاطراف من هنا بيبتدي يكمل ويتلعب له الكره برضه ممكن ما توصلوش. الكره الثالثه واحده واثنين وثلاثه، بص على الطرف اليمين على طول اللعيب السريع على طول لعبها، هتشوف ان اللاعب راس الحربه اللي هو كان الطعم هو اللي مكمل برضه، وتتلعب له الكره بالعرض بس الكره تتقطع. وهنا انا اقدر اقول لك ان برشلونه عنده نقطه ضعف، لان هو بيلعب دفاع متقدم. لا مش كده بس، كمان ده هو بيلعب لعب مباشر. لعب مباشر يعني بمعنى صح عايز يلعب على طول على المرمى، فالكره بتتقطع، ما بيدورش اللعب كتير عشان الكره ما تتقطعش، ما بيستحوذش كتير، هو عايز يلعب واحده واثنين وثلاثه ويلعب على المرمى هو كمان. فعشان كده لما بتتقطع بيسبب له مشاكل كتير جدا. وده ما يمنعش ان مدرب رايو فاليكانو قفل العمق بتاع برشلونه عشان يطلع على الاطراف، عشان يفضل الاطراف بتاعته ويبتدي يلعب الكره الطويله من هنا عشان يضرب خط الدفاع بتاعه. شوف الفكر، الكره هي عباره عن شطرنج بيقدر يتحكم فيها المدربين، واللي يقدر يكش ملك الاول هو اللي بيفوز. فعلا رايو فاليكانو عمل مباراه كبيره، كان يستحق الفوز لولا حارس برشلونه اللي وقف سد منيع. خلينا نتكلم عليه في الفيديو اللي جاي. كان معاكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعه وبشكركم.